صلاح بيه باشا، محمد صلاح بيه باشا، محمد صلاح بيه باشا، سعادة البيه كمان. انت فين يا محمد صلاح؟ انت فين من اللي بيحصل يعني؟ انا ما بشوفش يعني لعيب في العالم بيشيل شارة الكابتن وبيبقى سلبي غير انت ونيمار بتاع البرازيل. انتوا الاتنين تقريبا اضعف اتنين شفتهم بيلبسوا شارة الكابتن بتاع منتخبات كبيرة. انت فين؟ انت اول ما المنتخب بيتضغط انت بتختفي، بتختفي حرفيا. ما بشوفش محمد صلاح حقيقي، ما بشوفكش. بحس ان انت اتبخرت في الملعب، وجات لك واحده انك تتعادل قبل الهدف بتاع ضربه الجزاء وضيعتها عشان انت متوتر اكتر من اللعيبه الصغيره. يعني انت متوتر اكتر من اللعيبه اللي اقل منك المفروض في الامكانيات. مش فاهم فين وسط الملعب؟ فين وسط الملعب النهارده يا فيتوريا؟ فين احمد سيد زيزو اللي عليه خناقه هو ولا امام عاشور؟ فين زيزو النهارده؟ ما شفتش زيزو النهارده. فين محمد حمدي بيراميدز اللي غلط غلطه كانت ممكن اصلا تخلينا نتعادل من الشوط الاول؟ فين محمد هاني بتاع النادي الاهلي بتاع كاس العالم؟ محمد هاني النهارده ما عملش ولا كوره غير كوره واحده عرضيه. يعني اقول لك ايه، بس اللعيب استلمها بصباع رجليه. حقيقي اللي بيحصل في منتخب مصر ده شيء مستفز بدرجه كبيره جدا، بامانه مستفز بدرجه كبيره جدا. وسط ملعب، يعني اقول ايه، بس مش عايز اقول كلمه اكبر من اللي بتتقال على السوشيال ميديا. وسط ملعب مهلهل. النني في مكان، حمدي في مكان، وزيزو في مكان. غيرت النني وغيرت زيزو. طب ابدأ بمروان، يعني اديله فرصة. ادي المروان ده فرصة. مروان اللي مكسر الدنيا مع النادي الاهلي، اديله فرصة. شوفوا كده لما هيلعب هيبقى عامل ازاي. اديله بس انت فرصة. شوفوا لما يلعب جنب زيزو يا عم وحمدي فتحي. وبالمناسبة النني وحمدي فتحي ما ينفعوش في تركيبة منتخب مصر وبيلعب الفرقة الصغيرة. ممكن ينفعوا واحنا بنلعب فرق كبيرة شوية عشان هيدافعوا كده. النهارده حمدي فتحي قوته ظهرت مع النادي الاهلي في فتره كولر عشان السرور الطويل او يعني الكره اللونج باص الطويله دي اللي كانت بتروح لحمدي فتحي جنب المهاجم لما كان بيخش في عمق الملعب مع المهاجم بيبقى مهاجم تاني. هنا ظهرت بس قوه حمدي فتحي مع النادي الاهلي. قبل وبعد ما ظهرش حمدي فتحي اللي الناس كانت متوقعه انه هيكمل على نفس المسيره. ليه؟ لان اسلوب الفرق او الفرق اللي بيلعب فيها في قطر غير اسلوب لعب كولر اللي هو اتعود عليه. فانت برضو معتمد على ان حمدي هيبقى راس حربة التاني. طيب حضرتك بقى بتلعب بزيزو وصلاح تريزيجيه ومصطفى محمد ووراهم حمدي فتحي. تفتكر بقى حمدي فتحي هيسيب النني لوحده؟ ده غير طبعا الظاهرين اللي بيطلعوا يكملوا. فحمدي فتحي اكيد هيكش شويه. لا طبعا هيكش وخاف يطلع فعلا. وحمدي بيخاف يكمل مع المنتخب بنفس القوه اللي كان بيكمل بيها مع النادي الاهلي. فانت دلوقتي ضيعت علينا لعيب في نص الملعب ومش عارف تعمل التكتيك اللي كان بيعمله كولر. فبالله عليك، بالله عليك يا مستر فيتوريا، يعني بعد اذنك المصريين بيستسمحوك. فكر في مروان عطيه، فكر في امام عاشور، فكر في انك تبدا بمحمد صلاح يا اما وينج يمين صريح يا اما زيزو وينج يمين صريح. ما تخليش الاتنين كده مش عارفين يعملوا ايه. صلاح النهارده ما لعبش خالص. زيزو ما لعبش خالص. مش ده زيزو اللي في الزمالك. لان صلاح وزيزو الاثنين متلخبطين. الاثنين بيروحوا عند الخط او الاثنين بيخشوا في العمق. الاثنين بيروحوا عند الخط يلاقوا محمد هاني ثالث. فانت عامل ادوار، يعني حاطط لعيبه زحمه جدا في مكان واحد. طب نروح الناحيه الثانيه، تريزيجيه محمد حمدي، حد بيكمل هناك؟ لا. احنا خلينا بس نحط هنا عشان زيزو وعشان صلاح لازم يبدأوا. انا مش عارف بصراحة فيتوريا هيودينا لفين في البطولة. اتمنى ان يكون انتقادي ده يعني عشان صالح المنتخب وعشان نقدر نكمل في البطولة دي. يعني ده كان تحليل صغير جدا لمباراة مصر وموزمبيق في افتتاح الماتشات لدور المجموعات من الافريقية. اتمنى الناس كلها تعمل شير، تعمل لايك، وكمان تعمل سبسكرايب للقناة. السلام عليكم.